وكان عنوانه الفشل أحد خطوات النجاح، ووردت فيها قصة وجو الحضور قالوا لازم تقال بالسناب. وأنا بالحقيقة أكره الدراما اللي يسوونها بعض من وفقهم الله سبحانه وتعالى ونجحوا، فتلقوا يحط قصص بوليسية بنجاح ولكن أورد لكم هذه القصة تحمل الصراحة ضحك، مو به طرفة، ولكن بطول عليكم شوي. كنت أملك 320 ألف ريال، وجاءك اليوم وقت الأسهم، عرفت إني لو بدبلهن 5 مرات ما جاء مليونين. فقلت بنفسي ورا ما أصير أبدأ أدير محافظ أسهم. فرحت لمصر وجبت محللين ماليين وقراء شارت وكذا، واستأجرت صالة وصبتها بالاي تي والكمبيوترات والدنيا والشارتات وشغل شغل شغل. ورحت لاثنين من مدراء بنوك الله يمسيهم بالخير، واعطيتهم عروض، كان واحد راتب 30,000 وواحد راتب 40,000، وزودتهم 50% وطلعوا. وصرنا بهذا المكتب. طبعا قضنا القروش المية 350، جبت من دولة وأعطيت دولة رواتب وأعطيت دولة وفتحت. يوم فتحت قلت يلا حنا ترانا الشركة احترافية بإدارة المحافظ وحياكم الله وكذا. جاتنا الناس، بدينا نربح ربح مهول أيام الأسهم. أصلا الأسهم كالأيام السعودية لو تحط بواحدة نعامية وصقها نجحت. منطقة وكثر قروش اللي تكب علينا، لأن ناخذ 30% 25% إدارة المحافظ. كنا نروح بالويكند لدبي، كان على وقت صيحة برج العرب، ناخذ جناح اسمه الزمردة، ولا ننزل المحلات نتقضى، نتصل على الكونسيرج نقول كلمنا مونتبلان وخليهم يطلعون فوق، يجيبونهم ونقول حط منهم وتستر. لأنه إذا رجعنا يبيجن غيرهن. أصلا إذا ما جبت نسبة كل يوم ما أنت غبي، فاصرف يبيجي غيرهن. وكنت أحسب السالفة تبي تدوم، لين جت طيحة الأسهم. وش صار؟ ال 350 ألف اللي أسست من المكتب وصلا ولا ضرر في ذاك الرقم، لأنه كله راح 35 مليون ريال. وكنت آخذ عليهن تمويل 100% من البنك. فأول واحد باعوا له بالمملكة أنا. فأنا كنت غني الساعة 11، الساعة 11 و10 أنا رجل معدم وفقير، ولا ريال ولا ريال. فكان معي مرسيدس شارية كل يوم 50 و60 ألف، أمر أروح أبيع بالمعارض وأسدد راعي المكتب حق برج العرب والتذاكر. وشريت لي سيارة الله يذكره بالخير، سيارة رخيصة، وصرت بقايا تاجر. شلون؟ قلوموي ب4000، جزمتي لكم الكرامة ب5، بس مخباتي ما ب200، يعني لاني كنت تاجر. اسبوعي راح تاجر. حطوا ريشه. وين كنت انا كنت موظف بالشؤون الصحيه. اثناء فوعة الاسهم رحت للمديري، قلت المديري الله يذكره بالخير ويمسيه بالخير، صاحب معروف عليه مثل معروف الاب، قلت له ابي استقاله. قال وش الكلام ذا يا ابن حلال، خذ استثنائيه، خذ الدور راتب. قلت يا حبيبي كم راتب؟ كانت على راتب الشباب على راتب الليله ذي كم؟ حنا نطلعهن بيوم يا حبيبي. قال لي شوف، استقالة ما فيها، بعطيك استثنائية، وإذا قضت ارسل لي رسالة ولا تجي. يوم طاحت الأسهم صار ما معي ولا ريال، وما أروح للمكتب اللي كنت أنا بستقيل منه، وأقطع إجازتي الاستثنائية وأرجع نزل راسي كذا السلام عليكم، مثل اللي ذا ومصبوح بزربته. قال لي المدير ما يخالف يا منصور، ما يخالف، شوف طاولك هناك ودباسك وخرامك، رحت وقعدت بمكتبي. ولكن ما أنا منصور الأول، عندي شوي اكتئاب وضيقة صدر من الكارثة اللي صارت، لأني أكيد أن الخسارة كانت بادة يوم أسمع مع الناس كلهم، ولكن أروح لأخويا مخسرهم، عمومتي مخسرهم، خوالي مخسرهم، أخويا مخسرهم، كل الناس مخسرهم. فما كان لي مكان أروح انبسط به، ما كانت كارثة الحقيقة. فبالمكتب لاحظوا عيال عندي شوي ضيقة صدر، وأنا كان تعاملي معهم ذلك الولد المزاح اللي يسحب الكرسي ويضرب هذا يمزح مع هذا ومقلب هذا، فكنت مرة ضعيف مكسور.
لين جاء ذاك اليوم وجيت بوقع حضور، قال مديري ترانا نقلناك المستشفى. ليش؟ قال رح هناك وغير بيئك وغير مكانك وغير زملائك ولعلك ان شاء الله تنفك من ضيقة الصدر اللي بك وكذا. ما كنت اناقش كثير، اخذت الخطاب ورحت للمستشفى ودخلت عند المستشفى. قال انت رقيبي؟ قلت إيه. قال اطلع رح يمين، هم من يسار، هم من بيجيك سيف طويل، هم رح يمين بو قسم بوجهك رح داوم بو. رحت على الوصف واقرا القسم ولا مكتوب ثلاجة الموتى. إنا لله وإنا راجعون. وافتح الباب قال رقيبه ادخل. قلت وش اللي ادخل وش اللي ادخل؟ ابو بليسك انا اسبوع اللي راح برجال ارب شلون الحين بثلاجة الموتى وش ليش؟ ولا وهو ياكل جرو وهو قال ادخل بس اضرب من هالجرو والحين اعلمك عن دوامك. وادخل واكل مع الجرو ولا الجرو بارد. اثر والله يذكر. قلت له شلون احنا تبرد من الجرو ذا بارد بالحيل؟ قال كبيرة ستة حاط له الجرو. المهم قلت له شوف يا الاخ والله العظيم لو تفرغ لي السعودية فراغ ما داومت مع الموتى. قال يا ابن الحلال دوامك من 8 8 و5. قلت شلون؟ قال ابد ابيك تجي من 8 8 و5 رح ابيك تجمع الغله. شلون اجمع الغله؟ قال تجي الصبح وتدور على الاقسام وتسجل متوفين بالاقسام بالطواري وتحط لي ورقه تحت الثلاجه تروح. الحقيقه ما اخفيكم اغران وقت الدوام من 8 8 5 5 دقائق يعني مره حلو. قلت خلاص. وغديت تقل حانوتي ادور على اقسام الطوارئ في شيء اليوم يا في غريق صع كهربائي وناظر العالم تموت. اللي غرق واللي حادث واللي رقع بيرجع واللي طاح بي واللي عائلته تروح بالكامل. ومرتون علي مصيبتي. قلت يا انا غبي وش انا قاعد انضيق صدري عليه علشاني خسرت فلوس. يا الفلوس عالم تموت. بس صار عندي مشكلة. بديت ما بعبي له ب5 ريال بنزين احس انه ما بواحد بيقعد الباتر. هذه المشكلة ما اي عبرة. فسبحان الله العظيم طلعت من الضيقة النفسية الشديدة بدهاء وحكمة خوياي وزملائي بالعمل. وفعلا من توفيق الله سبحانه وتعالى بعدها بسنتين قمت على رجليني وأسست شركة عطور وقدمت استقالتي بالفعل. وخويكم ما يصبر بلا بزعة فرحت وصنعت عطر أنا بنفسي. جبت كحول وزيوت وقلت والله ما يرش العطر واحد بالدنيا قبل أمي. واروح ورشرش أمي من فوق لتحت. وطلعت. يوم طلعت قالت لي 4 ساعات دق علي ابوي. قام صر وينك؟ قلت قريب. قال تعال الطواري احنا بالمستشفى. جيت دخلت الطواري وناظر ولا يحب واحدة من توفخ وصبير تمسك يرفع عنه واسلم على ابوي. قلت هذه امك. اثرى جايه شمع من العطر يعني معطيه. مسكينه سووا لها غسيل كل شيء بوه بكتيريا العطر. الله لا يعيد ساعة الشر. الحمد لله بعده تتالت الأعمال والله الحمد. وفزت بجائزة الشاب العصامي والله الحمد في 2010. وتتالت النجاحات بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بعدها صنفت بقصيم كأفضل شركة للتوطين السعوديين حيث أني والله الحمد وفقت بتوظيف 123 سعودي. ولكن حبيت أني أشارككم نقطة التحول. وفعلا نقطة التحول من برج العرب من برج العرب ثلاجة الموتى. الحمد لله البرج العرب. بالعادة يقولون استخرج الحكمة من القصة ولكن أترككم أنكم تستخرجون أشياء كثيرة من هذه القصة. كل إنسان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يبي يحط براسه شيء يبي يحصله. الله كريم واللي عطى الناس كلهم يبي يعطيك بس حاول وبادر ولا تيأس.
ولا يهمك الفشل أول مرة ثاني مرة ثالث مرة. في حسابي بتويتر كاتب إني خبير بالفشل 8 سنوات وبالنجاح 7 سنوات، فكان الفشل أكثر عمري أكثر من النجاح. وآسف جدا 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 على الإطالة. في أمان الله.